نحت القوام او النحت عالي التحديد او الهاي ديفينيشن لايبوسكالبتشر، ايه المقصود بيه؟ زمان تقنيه شفط الدهون كانت بتعتمد ان احنا بنشيل الدهون المستعصيه من جسمنا وبنتخلص منها وبنرميها، وده طبعا كانت حاجه بتضايقنا كتير لان الدهون دي ليها فوائد كتير وممكن نستخدمها ان احنا نعمل اوجمنتيشن او نكبر اماكن ثانيه محتاجه. تقنيه النحت ظهرت مؤخرا، اللي اخترع مسمى النحت عالي التحديد هو دكتور برازيلي. التقنيه كلها بتعتمد ان انا مش بدخل مجرد ان انا بشفط الدهون وخلاص من الاماكن اللي مضايقاني، لا ده انا بحاول برسم وببين الشكل الجمالي للعضلات اللي في جسمنا، سواء عضلات السكس باكس في الابدومين او عضلات البيك ميجرز اللي في الصدر او اي عضلات في اماكن تانية في الجسم. الفكره كلها ان انا ازاي ان انا اشفط الدهون السطحيه والدهون العميقه من فوق العضله بحيث ان انا ابرز الشكل الجمالي للعضله. لو حبينا نرجع بالزمن لورا سنين كتير في القرون الوسطى ونعرف مسمى النحت او فكره النحت جات ازاي. فكره النحت جات لما النحات اليوناني كان بيجي ينحت الجسم، كان بيتخيل شكل الجسم في شيب للراجل، صدر عريض، عضلات صدر بارزه، والبطن ممشوقه ومشدوده. وبالنسبه للسيده كان بيتخيل الشكل الجمالي ليها كيرف او اس شيب، ثدي ممتلئ، عضلات بطن مشدوده، وارداف وخصر ممتلئه. من هنا جت فكره النحت، ان انا ازاي ابرز الشكل الجمالي للجسم سواء كان راجل او سيده، ازاي ان انا انحت العضلات واحاول ان انا ابين وابرز شكل العضلات. لو عندكم اي استفسارات عن عمليات نحت الجسم تابعونا، ابعتوا لنا رسائل على الصفحه واحنا هنرد عليكم.